بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 6، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس الثالث من دروس الوحدة الثانية لمنهج الدراسات الاجتماعية سنة 2025. الدرس بعنوان الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي. لو عجبك الدرس اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش بعد ما تسمع الدرس كويس جدا جدا روح للقناة، هتلاقيني سايب لك حل أسئلة كتاب الأضواء، افتحها وحل معايا وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. يبقى عنوان درسنا النهاردة اسمه الأقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ان درجة الحرارة وكمية المطر بتختلف من دولة للتانية في الوطن العربي، والاختلاف ده أدى إلى تنوع الأقاليم المناخية. تنوع الإيه؟ بقول لك تنوع الأقاليم المناخية. يعني إيه إقليم مناخي؟ الإقليم المناخي هو منطقة جغرافية من سطح الأرض. إيه؟ بقول لك منطقة جغرافية من سطح الأرض، يعني حتة من سطح الأرض بتتسم بخصائص مناخية بتميزها عن غيرها، يعني لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار وغيرها بتميزها عن غيرها. يبقى لما أقول لك ما المقصود بالإقليم المناخي تقول لي منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم، يعني تتصف بخصائص مناخية بتميزها عن غيرها. طب يا مستر، هو احنا عندنا أقاليم مناخية كتير؟ يعني احنا عندنا تنوع في الأقاليم المناخية؟ أيوة، احنا عندنا تنوع في الأقاليم المناخية. طب ليه؟ لأن الوطن العربي بيمتد في حوالي 40 دائرة عرضية، زي ما احنا خدنا في الدرس اللي فات. قلنا الوطن العربي بيمتد من دائرتي عرض 2 جنوبا ل 37.5 شمالا، يعني حوالي 40 دائرة عرضية، وكمان مساحته 13 مليون كيلو متر مربع. المساحة الكبيرة دي ودوائر العرض الكتيرة دي أدت إلى تنوع الأقاليم المناخية. هنا يجي سؤالين عكس بعض، يقول لك بما تفسر تنوع الأقاليم المناخية في الوطن العربي؟ تقول له لأنه يمتد في حوالي 40 دائرة عرضية ومساحته بتزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع. ممكن يقول لك ما النتائج المترتبة على امتداد الوطن العربي في 40 دائرة عرضية ومساحته الكبيرة التي تبلغ 13 مليون كيلو متر مربع بالنسبة للمناخ، وأدى ذلك إلى تنوع الأقاليم المناخية. طيب يا سيدي، هو احنا عندنا أصلا كام إقليم مناخي؟ احنا عندنا في الوطن العربي 3 أقاليم مناخية كبرى. إقليم اسمه إقليم البحر المتوسط، ومن اسمه كده أعرف مكانه. إقليم تاني اسمه الإقليم الصحراوي الحار، وده بيعتبر أكبر الأقاليم المناخية في الوطن العربي وحالا هكلمك عنه. الإقليم الثالث اسمه الإقليم المداري. يبقى احنا عندنا كده كم إقليم؟ عندنا 3. إقليم البحر المتوسط اللي هو متلون باللون الأصفر الغامق ده اللي فوق في شمال الوطن العربي ده، لازم تحفظ مكانه على الخريطة. يبقى الإقليم اللي فوق ده اسمه إقليم البحر المتوسط، حتى موجود أهو حوالين البحر المتوسط. الإقليم الثاني اسمه الإقليم الصحراوي اللي متلون باللون الأصفر الفاتح، كل ده اسمه الإقليم الصحراوي الحار. أكتر إقليم مناخي موجود في الوطن العربي هو الإقليم الصحراوي الحار. الإقليم الثالث اسمه الإقليم المداري اللي موجود في جنوب الوطن العربي واللي متلون باللون الأخضر ده. يبقى أنا عندي كده كم إقليم مناخي؟ 3. إقليم البحر المتوسط في الشمال، الإقليم الصحراوي في الوسط، الإقليم المداري في الجنوب. طب يا سيدي، تعال بقى نمسك كل إقليم من الأقاليم ال3 دي ونتكلم عنها. أول حاجة إقليم البحر المتوسط، زي ما أنت كده شفت في الخريطة بيمتد أو بيقع في الأطراف الشمالية من الوطن العربي، وتحديدا من دائرة عرض 30 ل 37.5 شمال. ماشي، طب موجود فين بالظبط؟ بيقول لك بيشمل المناطق المطلة على سواحل البحر المتوسط في شمال افريقيا، يعني كل الاماكن المطلة على البحر المتوسط اللي موجودة على البحر المتوسط وشمال افريقيا بتنتمي لاقليم البحر المتوسط. طب زي ايه؟ زي بلاد المغرب العربي، عارفينها، مصر، ليبيا، فلسطين، لبنان، معظم سوريا وشمال العراق، كل الاماكن دي تبع اقليم البحر المتوسط. تاني حاضر، بلاد المغرب العربي، مصر،
ليبيا، فلسطين، لبنان، معظم سوريا وشمال العراق. كل الأماكن دي موجودة في شمال الوطن العربي وبتنتمي لإقليم البحر المتوسط. طب المناخ بتاعه عامل إيه؟ الصيف حار وجاف، يعني فصل الصيف بيبقى حر وجاف يعني لا يسقط أمطار، والشتاء بيبقى دافي وممطر، عشان كده بنقول عليه حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. طيب ايه اهم الاشجار اللي بتطلع في اقليم البحر المتوسط؟ احنا عندنا 3 اشجار: اشجار الارز، واللي مش عارف اشجار الارز ده اللي رسماه دولة لبنان على العلم بتاعها، واشجار الزيتون كلنا عارفينها، واشجار الصنوبر. يبقى اهم الاشجار الارز والزيتون والصنوبر. بيطلع في اقليم البحر المتوسط حشائش اسمها حشائش الاستبس، حشائش اسمها حشائش الاستبس، وديت بتتربى عليها الاغنام والماعز، بيربوا عليها الاغنام والماعز. ممكن يقول لك هنا سؤال: بما تفسر اهميه حشائش الاستبس؟ تقول له تربى عليها الاغنام والماعز. صوره اهي او خريطه اهي عشان تعرف المكان اللي موجود فيه اقليم البحر المتوسط: بلاد المغرب العربي، مصر، ليبيا، فلسطين، لبنان، معظم سوريا وشمال العراق. تمام. نتكلم بعد كده عن الإقليم الثاني اللي هو الإقليم الصحراوي الحار. إقليم الصحراوي الحار زي ما قلت لك بيشغل معظم مساحة الوطن العربي، اللون الأصفر الكبير اللي كنت وريته لك ده بيمتد بين دائرتي عرض 15 و 30 شمالا. كم؟ بقول لك من 15 ل 30 شمال. فين بالظبط؟ قال لك بيمتد المناطق من الخليج العربي شرقا لحد ساحل موريتانيا غربا. ياه، كل ده اقليم صحراوي؟ بس قال لك لا، وكمان النطاق الساحلي في دولة الصومال. تاني مثال كده: الاقليم الصحراوي الحار بيشغل معظم مساحة الوطن العربي من دائرة عرض 15 ل 30 شمال، بيبدأ من الخليج العربي شرقا لحد ساحل موريتانيا غربا، والنطاق الساحلي لدولة الصومال. ماشي يا مستر. طب ايه اهم النباتات اللي بتطلع في الاقليم الصحراوي الحار ده؟ بيطلع فيه بعض النباتات اللي ليها القدرة على تحمل الجفاف، نباتات بتقدر تستحمل الجفاف ودرجة الحرارة العالية. زي ايه؟ زي الصبار. وبيعيش فيها حيوانات برضه بتتحمل الجفاف زي ثعلب الصحراء والزواحف. تمام؟ طيب الإقليم الصحراوي فيه ميزة، هي ميزة وعيب في نفس الوقت: هو بيتميز بندرة الأمطار طول السنة، يعني طول السنة مفيش أمطار، ولما بتسقط بقى بتنزل على هيئة سيول في بعض المناطق. يعني ما عندوش هزار، يا مفيش مطر خالص يا تنزل سيول تغرق الدنيا وتهد البيوت وكمان تجرف الأراضي اللي موجودة هناك. تمام يا شباب؟ طيب نيجي بعد كده للمناخ بتاع الإقليم الصحراوي. بص يا سيدي، الإقليم الصحراوي في فصل الصيف بيتميز بشدة الحرارة، وبتوصل درجة الحرارة في فصل الصيف لأكتر من 50 درجة مئوية. يا خبر! في فصل الشتاء بقى بيتميز بأنه معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وممكن توصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، يعني ممكن يوصل للسالب، يعني لدرجة الحرارة تحت الصفر. يعني من الآخر البحر اللي هو إقليم الصحراوي الحار ما عندوش هزار، الشتاء بارد والصيف حار، وكمان بتنعدم الأمطار، بس لما بتنزل على شكل سيول مدمرة. تمام يا شباب؟ تعالوا بقى نحل شوية أسئلة ونشوف هنعرف ولا لا. اكتب أو أكمل نبات بينتشر في الإقليم الصحراوي بالوطن العربي. السائلينه نبات الصبار. ما النتائج المترتبة على انتشار حشائش الاستبس في إقليم البحر المتوسط؟ هتقول تستخدم في تربية الأغنام والماعز، تستخدم في تربية الأغنام والماعز. فاضل عندي إقليم واحد بس وهو الإقليم المداري. الإقليم المداري زي ما أنت شايف كده في الخريطة موجود في جنوب الوطن العربي، في جنوب الوطن العربي. فين بالظبط؟
في أجزاء من الصومال، ماشي، وجيبوتي والسودان وموريتانيا والجزء الجنوب الغربي من دولة اليمن. تاني يا مستر كده، حاضر. في أجزاء من الصومال وجيبوتي والسودان وجنوب موريتانيا وكمان الجزء الجنوب الغربي من دولة اليمن، ماشي حاضر. تعالى نشوف المناخ بتاعه. المناخ بتاعه بالشتاء معتدل جاف، الشتاء بيبقى معتدل وجاف، أما الصيف حار ممطر، صيف حار ممطر. عشان كده بنقول الإقليم المداري الصيف حار ممطر والشتاء معتدل جاف، صيف حار ممطر وشتاء معتدل جاف. طيب ايه اهم النباتات اللي بتطلع في الاقليم المداري؟ بتطلع عندنا حشائش اسمها حشائش السافانا. اوعى تلخبط ما بين حشائش السافانا اللي في الاقليم المداري وحشائش الاستبس اللي موجوده في البحر المتوسط. وحشائش السافانا ده هي بتعيش فيها حيوانات زي الزراف وزي الاسود، زراف واسود. كده اتكلمنا عن الاقاليم المناخيه الثلاثه اللي هو اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي والاقليم المداري، وعرفنا مكانهم وعرفنا مناخهم وعرفنا اهم النباتات اللي بتنمو فيهم والحيوانات اللي بتعيش كمان. هنتنقل بعد كده للمحميات الطبيعيه في الوطن العربي. محميات طبيعيه يعني يا مستر؟ ده بيبقى مكان موجود في الصحراء او في الميه او في اي مكان. المكان ده الهدف منه ان احنا نحافظ على النباتات والحيوانات النادرة عشان ما تنقرضش، ما تنقرضش يعني عشان ما تنتهيش. طيب ماشي. قلنا الوطن العربي بيتميز بتنوع اقاليمه المناخية. طب ايه اللي ترتب على تنوع الاقاليم المناخية؟ تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، لان زي ما احنا شفنا من شوية كل اقليم من الاقاليم الثلاثة بتطلع فيه نباتات معينة وبتعيش فيه حيوانات معينة. يبقى لما اقول لك بما تفسر تنوع النباتات الطبيعية والحيوانية في والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الوطن العربي، تقول بسبب تنوع الأقاليم المناخية. طيب الحياة البرية سواء كانت نباتات أو حيوانات بتتعرض لمخاطر كتير في الوطن العربي وفي العالم كله. ليه؟ بسبب تدهور النباتات الطبيعية، النباتات الطبيعية اللي بتطلع تدهورة، وكمان انقراض أنواع عديدة من الحيوانات البرية، يعني ما عادتش موجود. يبقى لما أقول لك دلل تتعرض الحياة البرية لبعض المخاطر، تقول بسبب تدهور النباتات الطبيعية وانقراض العديد من الحيوانات البرية. وده دفع الوطن العربي إلى إقامة المحميات الطبيعية، يعني خلى الوطن العربي، اللي خلى الوطن العربي يعمل محميات طبيعية هي تعرض الحياة البرية لمخاطر عديدة. تمام؟ أصل ممكن يقول لك هنا سؤال: بما تفسر تعرض أو قيام الدول العربية بإنشاء المحميات الطبيعية؟ هتقول بسبب تعرض الحياة البرية لمخاطر عديدة زي تدهور النباتات الطبيعية وانقراض أنواع من الحيوانات البرية. طب إيه هي أهمية المحميات الطبيعية؟ إيه أهميتها؟ الدولة عاملاها ليه؟ قال لك للحفاظ على الحياة البرية، عشان نحافظ على الحياة البرية من الانقراض، كمان عشان ننشط السياح. بعض السائحين بيجوا من كل أنحاء العالم علشان يتفرجوا على الحياة البرية، سواء اللي تحت المية زي الشعاب المرجانية والأسماك الملونة أو اللي موجودة على الأرض. 3 بتحقق التوازن البيئي. يعني إيه؟ موجود فيها حيوانات بتتغذى على حيوانات أخرى عشان يحصل توازن بيئي، وكمان الحد من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة، بتخفف لنا التلوث علشان التنمية المستدامة، يعني التنمية المستمرة عشان الأجيال القادمة. يبقى لما أقول لك بما تفسر أهمية المحميات الطبيعية، تقول لي 1 الحفاظ على الحياة البرية، 2 تنشيط السياحة، 3 تحقيق التوازن البيئي. طيب ماشي. إيه بقى أشهر المحميات الطبيعية اللي موجودة في الوطن العربي؟ أول محمية عندنا محمية أرز الشوف في لبنان. اسمها إيه؟ بقول لك محمية أرز الشوف في لبنان. اتسمت كده علشان أشجار الأرز هناك كتير قوي قوي.
يبقى محمية أرز الشوف في لبنان. المحمية التانية هي محمية ضانا. فين ضانا؟ في الأردن. ضانا في الأردن. طيب ماشي. المحمية التالتة محمية جبل علبة. فين؟ موجودة عندنا في مصر. يبقى أنا عندي كده 3 محميات طبيعية. محمية أرض الشوف في لبنان، ركز، محمية ضانا في الأردن، محمية جبل علبة في مصر. دي أهم المحميات الطبيعية اللي موجودة عندنا في الوطن العربي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي بنحمي المحميات الطبيعية دي. بص يا سيدي، بتتعرض المحميات الطبيعية لتهديدات بشرية. زي ايه؟ زي الرعي الجائر. رعي جائر يعني ايه؟ يعني أرى عدد كبير من الحيوانات على مساحة صغيرة من الأرض، فالحيوانات ديت بتبوظ وتدهور النباتات اللي موجودة في المكان ده. يبقى أول تهديد وأول خطر بيهدد المحميات الطبيعية الرعي الجائر. تاني خطر عندنا اللي هو الصيد الجائر. يعني ايه الصيد الجائر؟ يعني الصيد من غير حساب، على العمال والبطال بيصطاد كل حاجة قدام منه، مش شرط صغيرة كبيرة أو كل حاجة. تالت مشكلة عندي مشكلة التلوث البيئي، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى لما أقول لك دلل، تتعرض المحميات الطبيعية إلى تهديدات بشرية. تهديدات إيه؟ بشرية. تقول الرعي الجائر والصيد الجائر والتلوث البيئي. علشان كده اتخذت معظم الدول العربية إجراءات زي إيه؟ تفعيل القوانين. هي في قوانين بس إحنا بس بنفعلها، يعني نشغلها. والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية، أوعي الناس بأهمية المحميات الطبيعية. لما أقول لك دلل، اتخذت معظم الدول العربية إجراءات زي تفعيل القوانين والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية، تقول لي حيث قامت بتفعيل القوانين والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية. تعالوا نحل الأسئلة دي مع بعض نشوف هنعرف ولا لا. أكمل. يقع الإقليم المداري في الوطن العربي في الجزء الجنوبي الغربي من دولة اليمن. أشهر المحميات في الوطن العربي محمية ضانا في الأردن. تتعرض المحميات الطبيعية لتهديدات بشرية. تهديدات بشرية زي الرعي الجائر والصيد الجائر والتلوث البيئي. طب بما تفسر نشأة المحميات الطبيعية في الوطن العربي؟ ليه عملناها؟ لسه قايل لك، بسبب تعرض الحياة البرية للعديد من المخاطر مثل تدهور النباتات الطبيعية وانقراض الحيوانات البرية. وضح أهمية المحميات الطبيعية. إيه أهميتها؟ أهميتها 3: الحفاظ على الحياة البرية، وتنشيط السياحة، والتوازن البيئي. يبقى الحفاظ على الحياة البرية وتنشيط السياحة وتحقيق التوازن البيئي. وضح الإجراءات اللي اتخذتها الدول العربية للحفاظ على المحميات الطبيعية. عملت إيه؟ عملت كذا حاجة: تفعيل القوانين والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية. تفعيل القوانين والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية. وبكده يا شباب أكون خلصت الدرس. استنونا في حل الأسئلة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.